حضر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة العرض الحصري الأول في العالم للفيلم التاريخي رحلة إلى مكة، المستوحى من رحلة الرحالة العربي بن بطوطة إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، والذي تكلف إنتاجه أكثر من 13 مليون درهم، واستغرق إنتاجه وتصويره 4 سنوات باستخدام تقنية تصويرية متطورة وهي تقنية آي ماكس فائقة الوضوح. وتستضيف أبو ظبي العرض الحصري الأول الذي يقيم مساء أمس في مسرح خاص في فناء قصر الإمارات بأبو ظبي وعبر أضخم شاشة عرض خارجية. حضر العرض سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان رئيس دائرة المالية بأبو ظبي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.